مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب. اهلين وسهلين حبيباتي متتبعاتي الكريمات، ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وبصحه جيده وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. صحه فطوركم، صحه رمضانكم يا رب. ما تنساوش الاشتراك وجام لهذا الفيديو. البنات يعني الانستغرام تاعي راهو الفوق في الفيديو، جيهان مرباعي. ما تنساوش تابونيو وتشوفوا لي ستوري. هنا البنات اليوم جيتكم بهذه الوصفه، يعني تقدروا تحمروا بها وجوهكم قدام ضيافكم، ويعني كامل الاسرار تاع سلطه الفروي باه تجيكم بنينه. هنا البنات يعني كل واحد يجيب الفاكهه اللي راهو قادر عليها. انا هنا كان عندي 2 حبات بنان، 2 تفاح، 2 تشينا، وجبت فراوله. البنات اول حاجه يا البنات قبل ما تبداو في سلطه الفروي قبل بساعتين ولا، قطعوا الفراوله تاعكم وذروا عليها 2 مغارف سكر وخليوها. كما هنا انا البنات زدت هنا اناناس، هذا المعلب يعني بغيت هكا، يعني هذا اختياري كما تحبوا. بصح دوك نقول لكم يعني الماء تاعو في وهي يفيدنا. الماء تاعو كي تخلطيه مع هذاك الجي يعطي يعني يعطي بنه خياليه. وما ننساوش الجي اللي نعده لكم دركا اولي راهو بنين ومليح كالسلطه دفرو. يعني انا كنت نستعمل دانيو، بصح ملي استعملت هذا يعني عجبني بزاف ووليت ما نستعملش واحد بلا بيه. اول حاجه كما راكم تشوفوا البنات انا قطعت الفراوله تاعي هنا وحطيتها حطيتها في الطبسي هذا. يعني البنات من الافضل يعني تخلطوا كامل المكونات تاعكم في بورطمونجي هكا باه تحتفظوا بها. انا هنا خلطت لكم في الصحن هذا الكبير. ومن بعد البنات كما راكم تشوفوا معايا كما قلت قطعت التشينا تاعي، جبتها حتى هي وبديت نقطع فيها دي مورسو هكا، يعني ماشي صغار وماشي كبار. يعني انا البنات الاغلبيه تاع الناس ما يستخدموش يعني سلطه دفروي التشينا، مي انا نحبوا البنات بويسك يعطي واحد البنه تاع الحماضه، تزيد واحد البنه لسلطه دفروي تجي هايله. حتى هو ما تنساوش تزيدوا تدروا عليه شويه سكر قبل ما تلوحوه، ومع الجي تاعو هذا كما راكم تشوفوا. والبنات كما قلت لكم يعني 3 افكار انا اللي نستخدمهم في سلطه دفروي. الفراوله ندير لها السكر ونزيد يعني نستخدم التشينا، والجي هذاك تاع الاناناس المعلب يعني يعطيوني واحد البنه هايله. البنات كما راكم تشوفوني هنا زدت السكر على خاطر التشينا بيسك التشينا راهي حامضه. هنا البنات جبت التفاح تاعي قطعته تهوى دي مورسو صغار، خليته به بقشورو هكا. يعني انا نحب سلطه دفروي نشوف فيها كامل لي كولار، يعني تزيد تعطي منظر هايل. يعني يحتوى لو كان يكون عندكم البنات تفاح احمر يعني زيدوا هكا اصفر، يعني دي كولار هادو فاني يمدوا منظر هايل لسلطه دفروي كما راكم تشوفوا معايا. زدت ضفتهم في الصحن وبديت نخلط كما راكم تشوفوا، يعني باه يدخل هذاك السكر وهذاك الجو تاع الفراز في كامل في التفاح. وهنا البنات عاود جبت البنان تاعي قشرته وبديت هو نقص فيه رونديلات. من بعد كي جاني كبار رونديلات قلت علاه ما نزيدش نقسمو على 2 هكا. هو يعني البنات البنان يعني كي تقطعوه اذا كان عندكم القارص ماذا بكم تعصروا عليه شويه بيسك باه ما يكحلكمش. بصح اذا حتقدموه ثمثم وتخلطوه ثمثم نورمال، يعني بصح البنات باه ما يكحلكمش سيرتو اذا كانت عندكم عرضه ولا زهريه، يعني من الافضل انكم تعصروا عليه القارص. انا البنات ما خليتوش يعني طولت ديريكتومون خلطته سي بور سا ما عصرتش عليه القارص. كما راكم تشوفوا قصيته هكا ضفتو للفواكه الاخرى يعني وخلطت البنات باه ما كان لا يكحل، بس كي تخليوه هكا راح يكحل لكم كما قلت لكم. هنا زدت ضفته هو يعني هو حلو ما كان نديروا له السكر كما راكم تشوفوا. وبديت نخلط في المكونات تاعي. وهنا كان باقي لي الاناناس حتى هو حليت العلبه تاعو كبيت الجي كما قلت لكم. ها هو هاد لاستيس البنات راهي مليحه خلاص. كبيت الجي هذاك تاع الاناناس المعلب في البول تاعي في المكونات تاعي، ومن بعد زدت هذاك الاناناس وبديت حتى هو نقطع فيه دي مورسو صغار. مع كملت كامل البنات. كنت فاني درت شرائح تاع الفراوله خليو يعني حبه ولا 2 من اجل التزيين. هذا ما كان البنات، وتقدروا تقدموهم في كؤوس ولا دي فيغين، المهم يكونوا شفافين باه يبانوا لكم لي كولار.
كملوا يعني كامل الفاكهه اللي عندكم، يعني تقدروا تزيدوا كيوي، يعني تا هو لاكولير تاعو تمد اضافه جيده. الاخر انا هنا ما كانش عندي، يعني اكتفيت بهذه الفاكهه فقط، وجبت هذا الجي اللي راه يدير 15 ميل وزدته على المكونات تاعي يعني، وخلطت في بعضهم باه يدخل هذاك السكر وكل شيء في بعضه، وبديت نخلط. يعني شوفوا هنا الفراز كيفاه نطلق يعني معايا ودخلوا هذاك السكر، يعني جا هايل. وقدمتهم في هذا الكؤوس. البنات نتوما اختياريين في التقديم والتزيين، انا هنا قدمتهم في هذا الكؤوس بيسك عجبوني هكا الشكل تاعهم، وزدت لهم يعني مرسو فراوله هكا من الفوق، يعني جاوني هايلين، وما من الديكوراسيون جات هايله. يعني البنات هذه افكار، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وزيتوا افكار جديده وبصحه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. ما تنسوش الاشتراك وجمل الفيديو.